لاعب ممتاز في خط الوسط. هنا المحاولة لصالح المنتخب العراقي، نشاهد كيف الدخول والعرضية والسقوط. ما هو القرار؟ هنا ركلة جزاء، ركلة جزاء تحتسب لصالح المنتخب العراقي بعد سقوط اللاعب المهاجم رقم 13 بشار رسن الذي ربما يتحصل على الكرة. ونشاهد كيفية تنفيذ ركلة الجزاء لصالح المنتخب العراقي. أسود الرافدين بعد 13 دقيقة تحديدا يتحصل على ركلة جزاء بواسطة احتسبها السيد السلطان المرزوقي الحكم الإماراتي. هنا الدفع ويحاول المنتخب العراقي في التقدم. هنا التنفيذ ونشاهد التنفيذ والهدف الأول بطريقة ممتازة لصالح المنتخب العراقي. يتقدم مع المنتخب العراقي أسود الرافدين بالهدف الأول للأخضر. نشاهد أسود الرافدين والهدف الأول على المنتخب الأفغاني. هنا لاعب المنتخب العراقي تلعب الكرة العرضية والكرة تتخلص والتسديدة. ونشاهد ما هو القرار، هل هناك خطأ أم ركلة جزاء؟ هل هو خطأ أم ركلة جزاء؟ شاهدت رفع القدم، لكن يبدو أن هناك ركلة جزاء ثانية لصالح المنتخب العراقي. رفع القدم ربما لصالح علي لطيف اللاعب المدافع. نعم نشاهد الإعادة. هناك خطأ لصالح المنتخب العراقي بكل تأكيد. هنا على التنفيذ والكرة والإعادة وإعادة تنفيذ ركلة الجزاء. وأيمن حسين اللاعب الذي نفذ هذه الكرة، اللاعب رقم 10 لاعب نفط الوسط، اللاعب القادم من الإصابة واللاعب الذي ينافس على هداف الدوري العراقي في هذا الموسم، لديه 15 هدف. وهنا التسديد أيمن حسين. إذا من نقطة الجزاء يسجل الهدف الثاني المنتخب العراقي وأولمبيا العراق. أسود الرافدين يسجلون الهدف الثاني في مرمى المنتخب الأفغاني من نقطة الجزاء. كان في الشوط الأول في الدقيقة 14 الهدف الأول من بشار رسل الذي خرج للإصابة. وهنا في الدقيقة 39 يسجل أيمن حسين لاعب خط المقدمة، اللاعب رقم 10، وهب في المرمى بطريقة رائعة على يمين الحارس، في كل مرة على يمين الحارس العراقي. 8 محمد خالد في التمرير الممتاز. 4 دقائق وقت بدل ضايع في الشوط الأول لأن الوقت ربما الهدف الثالث. نعم والهدف الثالث بطريقة رائعة. أيمن حسين يسجل بطريقة رائعة على طريقة أيمن حسين، هذا اللاعب المميز، هذا اللاعب الذي ينافس على هدافي الدوري العراقي الممتاز في هذا الموسم. اللاعب رقم 10 يتجه لتحية اللاعب الذي مرر الكرة. هدف ثالث رائع جدا، هدف رائع لأيمن حسين اللاعب الهداف. هنا قيمة هذا اللاعب الذي يسجل هدفين في هذا المساء، إحدى مساءات آسيا تحديدا والتصفيات الآسيوية. هنا أيمن حسين وهب في المرمى بطريقة رائعة. حامد الله وكيلي دائما في الزاوية اليمين يسجل النتيجة كما نشاهد على لوحة الاستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ب3-0 لصالح المنتخب العراقي. ويبدو الرابع هنا المحاولة والهدف الرابع. نعم أحسن صنعا اللاعب حسين السعيدي أو محمد خالد عفوا، اللاعب رقم 8 عنده مرر لأيمن حسين الذي سجل هاتريك في هذا المساء، هاتريك عراقي في أول لقاء في الجولة الأولى أمام المنتخب الأفغاني. عبد الغني شهد ربما تنفس الصعداء في هذه الأثناء، ربما يعني ارتاح قليلا. نتحدث أو كثيرا المدرب المنتخب العراقي، وإن كانت النتيجة يعني لصالح المنتخب العراقي تبدو واضحة. محمد خالد هنا التمريرة من هذا اللاعب الفنان الذي صنع هذا الهدف، كان بالإمكان أن يسجل، لكن هنا التمريرة الأكثر من رائعة. لاعب الكرة للاعب الذي في المكان الأقرب للتسجيل، أيمن حسين اللاعب المهاجم، اللاعب رقم 10 في المكان المناسب. نقل الكرات إلى مازن فياض
إلى صفاء. هذا علاء مهاوي يحاول في وسط الملعب لصالح المنتخب العراقي. هنا الدخول الرائع والمرور من علاء مهاوي او اللاعب عفوا امجد عطوان يمرر الى حسين السعيدي يحاول والدخول والتمرير وايمن حسين والرباعيه سوبر هاتريك لايمن حسين. ايمن حسين يسجل الهدف الخامس للمنتخب العراقي. هنا ابتسامة هذا المدرب عبد الغني الشاهد هنا ابتسم بعد الهدف الخامس تحديدا. بعد الهدف الخامس ابتسم هذا المدرب عبد الغني الشاهد. تدرون لماذا؟ اعتقد بسبب التمريرة حسين السعيدي الذي مرر الكرة بطريقة رائعة، وإن كان عاتب حسين السعيدي في لقطة ماضية لم يكن يمرر الكرة التي سددها وأضاعها. هنا أيمن حسين الذي يسجل بداخل الخط الستة تحديدا. هدف جميل وهدف رائع، هدف خامس. اسماء مع المنتخب العراقي كانت التحقت ذكرت مع المنتخب قبل القدوم الى الرياض او بعد القدوم الى الرياض. اسماء 4 لاعبين تاخروا عن البعثه لكنه بعد ذلك التحقوا، منهم 3 لاعبين من القوة الجوية. هنا المحاولة ولاعب من نفط الوسط. هنا المحاولة لصالح المنتخب العراقي والهدف السادس، هدف ممتاز. نعم هنا ختم اللاعب علاء مهاوي. هذا الجهد الواضح والمجهود الوافر من هذا اللاعب علاء مهاوي الذي يقدم المستوى الرائع. هنا ختم هذا المجهود بالهدف. هدف ممتاز، هدف سادس لصالح المنتخب العراقي في مرمى المنتخب الأفغاني. إذا منتخب العراق يعزف سيمفونية رائعة في مرمى المنتخب الأفغاني. 17 هنا المحاولة على المرمى الخالي. حامد الله وكيلي ترك المرمى وبالطبع سجل الهدف بطريقة ممتازة على طريقة الكبار. تحدث عن اللاعب علاء مهاوي. هنا التحية من علاء مهاوي بالطبع الأسماء الأفغانية لا نذكرها كثيرا لأن الكرة تنقطع بسرعة من لاعبي المنتخب الأفغاني. هنا سعيد محمد مقطوعة الكرة مرة أخرى لصالح المنتخب العراقي والبحث عن أيمن حسين على القوس. نشاهد أيمن يمرر أم يسدد. مهارة أيمن حسين والتسديدة الرائعة. نتابع حسين السعيدي والعرضية والهدف السابع. أيمن حسين خماسية في هذا المساء. المنتخب العراقي وأسود الرافدين يزأرون في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بالملز تحديدا. هدف ولا أروع، ختامية رائعة. في كل هدف أنا أقول ربما هو هدف الختام ولقطة الختام، لكن يأبى أيمن حسين إلا أن يسجل ويضع بصمة. هدف رائع. حسين السعيدي يرسم الكرة وهنا بريشة الفنان أيضا يسجل اللاعب الرائع أيمن حسين صاحب الرقم 10 يسجل الهدف السابع. 7 أهداف عراقية في مرمى المنتخب الأفغاني الأولمبي تحت 23 سنة. المجموعة الثانية والجولة الأولى السباعية للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي يقدم المستوى الرائع، المستوى الممتاز في هذه المباراة تحديدا. هنا الهدف الثامن أيضا، هدف ثامن لصالح المنتخب العراقي. هدف ثامن لصالح المنتخب العراقي في الدقيقة 86. عبد الغني شهد المدرب مبسوط بكل تأكيد وفرح ومسرور بهذه النتيجة. محمد خالد اللاعب رقم 8 ربما هو من سجل الهدف. هنا نشاهد المتابعة. محمد خالد نعم. هنا التسديدة المباشرة على المرمى مخادعة كما عمل على مهاوي في الزاوية الأخرى في الهدف السادس. هنا الهدف الثامن من هذا اللاعب محمد خالد اللاعب البديل صاحب اليسارية. خادع حامد الله وكيلي. هنا بكل تأكيد الفرحة للمنتخب العراقي.